يا مساء السعادة يا أهل الهنا والسعادة. الحيطان مدارية كتير وربنا ساتر أكتر. كل واحد فينا عامل بينه وبين نفسه اللي يخليه مش قادر يبص على وشه في المراية لو اتكشف. علشان كده تستغرب من اللي بيقرر يشيل ستر ربنا عن إنسان استأمنه عليه قبل كده، اللي بيفتكر إنه بيفضح غيره لما يشيل عنه الستر. هو في الحقيقة بيفضح نفسه، لأنه بيثبت إنه غير مؤتمن ومستهون بغطا الستر، وبالتالي لازم يستعد هو كمان لما غطاه يتشال من عليه. ما هو محدش خالي. مع الوقت وبالتجارب بتستوعب أكتر إن أهم النعم اللي بسببها بتكمل وبتنجح وغيرك بيشوفوك في أفضل صورة رغم عيوبك وأخطائك الكتير هي الستر. ربنا يسترها علينا ويرزقنا الستر في كل خطوينا. وطبعا ومن غير أي شك وحشتوني جدا 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 من القصة اللي فاتت، وانا النهاردة جايلكم بقصة جميلة واثقة ومتأكدة انها تعجبكم، بقلم الكاتبة الجميلة المبدعة أميرة الخضري، واسمها ما محبة اللي بعد عداوة. بس قبل ما نبتدي قصتنا النهاردة سوا، حابة اشكركم جدا جدا على تفاعلكم ودعمكم معايا وعلى كل كلامكم الحلو اللي بتكتبوه ليا. وسامحوني اني مش بلحق ارد على كل الكومنتات، بس حقيقي بقرأها وبدعي لكل واحد من قلبي بالحاجة اللي بتمناها. برضو قبل ما نبتدي حابة أفكركم إنكم تعملوا اشتراك لجميع قنوات توتا وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم منا كل جديد. وفضلا وليس أمرا، لو قصتنا النهاردة عجبتكم ياريت تعملوا لايك للفيديو وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي ونشوف قصتنا النهاردة بتحكي عن إيه. أنا إيناس أو نوسة زي ما بيقولولي. أنا والدي بيشتغل جزار وساكنة في منطقة شعبية كده في القاهرة. المهم أنا لسه بدرس في كلية تجارة جامعة القاهرة، لسه في سنة أولى. أنا هحكيلكم على اللي حصل لي أول يوم رحت فيه الجامعة. طبعا كعادتي رحت متأخرة السكشن بتاعي، وحظي يوقعني في دكتور ابن لذينة. المهم اتأكدت ان السكشن ده بتاعي وبتاع محاضراتي، ودخلت على طول لقيت الدكتور. هو انت داخلة كده على طول مفيش استئذان حتى؟ والله المفروض ان انا داخلة جامعة يعني بحريتي ادخل او ما ادخلش، اما سيادتك ملكش انك توقفني كده وتحرجني قدام الطلبة كده، واحنا المفروض يعني لسه في اول يوم. ده شكل السنة باينة من اولها. اتفضلي ادخلي يا انسة، ويا ريت مفيش تأخير تاني لان ما بحبش حد يدخل من بعدي، مفهوم؟ حركت راسي ودخلت قعدت في المدرج. بصوا يا جماعة، انا ما بحبش اول يوم يبقى دراسة كده على طول. انا اول يوم بحب اعرف الطلبة بيا واتعرف عليهم كمان. انا هبتدي بيا الاول. انا حمزة الايوبي، عندي 28 سنة. يلا نبتدي باول واحد في المدرج يقول اسمه لحد اخر واحد. وكل واحد قال اسمه لحد ما جه الدور عليا. طبعا انا ما كنتش مركزة في الهبل ده لحد ما اللي جنبي كلمتني، ردي يا نسا على الدكتور. وقمت وقفت. نعم يا دكتور، خير في حاجة؟ لا ده انت مش معانا بقى من الاول. انا ممكن اعرف اسمك ايه؟ نوسة. لسه ما لحقتش اقول اسمي صح لقيت السكشن كله بيضحك عليا. هو انت بقى تبقي الخالة نوسة اللي بتيجي مع هنيدي؟ فضل يضحك بصوت عالي هو والسكشن كله. رحت لميت حاجتي وخرجت من المدرج ووقفت قدامه ودموعي بتنزل من عينيا زي السيل. انا اسمي ايناس، وشكرا جدا على احترامك للطلبة بتوعك يا دكتور. رحت اخدت بعضي ومشيت خالص من الجامعة. روحت البيت وانا مخنوقة، كل ما حد ينادي عليا بنوسة كنت بتخانق معاه. بعد يومين رحت الجامعة بدري ودخلت وقعدت في مكاني. لقيت الدكتور ده جه وفضل يشرح لينا، وفجأة نده عليا. أنسة إيناس، أنا آسف جدا ليكي على اللي حصل المرة اللي فاتت، وأرجو إنك تقبلي اعتذاري قدام الطلبة دي كلها. ما اديتلوش أي اعتبار وكأني مش سامعة حاجة. حسيت إن هو اتضايق مني. وقتها طبعا فرحت، حسيت إن أنا كده أخدت حقي. وبعد ما المحاضرة خلصت لقيته واقف بيأخر في نفسه عمال أخرج. وأول ما خرجت، أنسة إيناس ممكن كلمة؟ لا، أنا ما بحبش أتكلم مع حد أقل مني أبدا، ولو سمحت بلاش تتكلم معايا خارج المحاضرة، مفهوم؟ لاحظي إن أنا الدكتور بتاعك مش عيل صغير واقف قدامك، وراعي كمان فرق السن اللي ما بيننا يا أنسة. قال لي المفروض يخليكي غصب عنك تحترميني. أنا بحترم أي حد وعمري ما جيت على حد. حضرتك اللي جيت عليا قدام الطلبة كلهم وهنتني وخليتهم يضحكوا عليا كمان، ودلوقتي بتقولي إن أنا ما احترمتكش؟ لا، ده أنت فعلا مجنونة. أنا قلت إن السنة باينة من أولها، من أول ما شفتك. أنا فعلا اللي غلطان إن أنا اعتذرت ليكي وقلت من قيمته قدام الطلبة عشان حسيت إنك زعلت مني من اللي حصل المرة اللي فاتت، مع إنك عارفة إنه كان هزار. أخد كتبه وسابني وخرج، وأنا لسه فرحانة
وخرجت اتعرفت على اصحاب جديده، ولقيت واحده منهم بتقولي: ايه اللي انت عملتيه في الدكتور ده انت طلعت قادره بطريقه يا شيخه. هو اللي اهني الاول، يستحمل بقى اللي حصل له. يلا عن اذنكم بقى عشان اروح، عشان التاخير فيه عقاب كبير وانا مش قد ابويا ولا عقابه. عن اذنكم. اخدت بعضي ومشيت. روحت البيت. تاني يوم رحت الكليه عشان كان عندي محاضرتين، ومن استعجالي نسيت الكارنيه بتاع الجامعه. فجاه لقيت الامن رافض يدخلني الجامعه. وقف واحد فيهم وبيبصلي بغضب: خلاص يا انسه، انا قلت ممنوع الدخول، في ايه؟ انت مصممه تدخلي حتى بعد ما قلتلك ممنوع الدخول بدون كارنيه؟ انا كده هتاخر على المحاضره، وده حته كارنيه، ازاي يعني ممكن ما ادخلش بسببه؟ والله اللي اعرفه ان رئيس الجامعه منبه علينا ممنوع دخول الطلبه اللي معهمش كارنيه. صدقيني انا مش هقدر ادخلك من غيره. فجاه لقيت دكتور حمزه داخل من غير اي حاجه، ولقيتهم بيدوله التحيه لحد ما دخل، ورحت زعقت: هي الاوامر على الطلبه بس ولا ايه؟ ازاي الدكتور يدخل كده من غير اي حاجه؟ لقيته لف ورجعلي وشال النضاره من على عينيه. وقتها شفت عينيه، الصراحه كانت تجنن. هو في ايه بالظبط؟ بص يا دكتور، مش راضيين يدخلوني عشان مش معايا الكارنيه، لو سمحت خليهم يدخلوني، المحاضره هتروح عليا. احسن محدش يدخلها عشان تبقي تتطاولي عليا قوي في الكلام. معلش بقى انت الكبير، خليهم يدخلوني، اوعدك ان انا هرد عليك. خلاص يا ابني، دخل الانسه نوسه المره دي، بس تاني مره ما تدخلش هنا تاني، مفهوم؟ لقيت الامن بيضحك على اسمي، وكمان طلعت في الاخر نوسه. يلا ادخلي ادخلي. دخلت وانا عينيا بتطق شرار، وهموت وامسك في الدكتور، بس ماسكه نفسي بالعافيه. هو انت ارتحت كده يعني اما خليت الامن برضو يضحك عليا؟ هو انت مش عاجبك اسمك؟ انا مالي، مش انت اللي قلت ان اسمك كده؟ هو انا اللي اخترتهولك يعني، ولا انت اللي قلتيه في الاول؟ تمام يا دكتور شنطه حمزه، عن اذنك. طلعت اجري على جوه بسرعه وانا خايفه احسن يعمل فيا حاجه. المهم خلصت المحاضره وخارجه، لقيت الدكتور ده واقف قدام الباب ولسه جاي امشي. اتفضلي يا انسه معايا على مكتب العميد، اما اشوف ايه اخرتها معاكي. مكتب العميد ليه؟ هو انا عملت فيك حاجه؟ وثم انك هتقوله ايه؟ هتقوله قالت لي شنطه حمزه؟ تمام يا دكتور، بس انا بقى مفيش حد يشهد مع حضرتك ان انا قلت لك كده، بس في اللي هيشهدوا معايا، وانت بتقولي يا خاله نوسه وبتهن قصاد الكل، وقسما بالله لو وديتني مكتب العميد لا هصوت والم الجامعه كلها عليك انك بتتحرش بيا، بس كده. لا ده انت مستاهله بقى على كده. افهم زي ما تفهم، عن اذنك، عشان انا ما بحبش اقف كتير مع حد معرفوش. سبته ومشيت، وطبعا انا بروح بيتنا ماشي، مع ان المسافه طويله شويه بس بحب امشي. وفجاه لقيت الدكتور واقف قدامي ونزل من العربيه. انا مرضتش ارد عليك في الجامعه عشان ما اقلش من قيمته قصاد الطلبه، بس انا بحذرك لو ما احترمتيش نفسك معايا ودين اللي هحرمك من دخول الجامعه بتاتا، مفهوم؟ وقتها سبته ومشيت. لقيته مسك ايدي: كلامي مفهوم ولا ايه؟ فضلت ابص حواليا بخوف، احسن حد يشوفني ويقول لابويا: تمام مفهوم يا دكتور، حاجه تانية؟ لا اتفضلي امشي يلا. اخدت بعضي ومشيت. روحت على البيت وانا مرعوبه، لان بابا انسان صعب جدا، ولو عرف اللي حصل مش هيرضى يدخلني الجامعه تاني. عدى يوم في التاني في التالت، وانا ما بحاولش اقرب من دكتور حمزه اطلاقا، لحد ما جه اليوم اللي غير حياتي. كنت قاعده عادي في المحاضره بس ما فهمتش حاجه خالص، لحد ما لقيت الدكتور خلص: اللي مش فاهم يجيلي المكتب، انا تحت امره، لان في عندكم امتحان المحاضره الجايه. طبعا انا رحت المكتب وانا بقدم رجل وباخر 10. خبطت ودخلت، بس اول ما شافني: هو انت تاني؟ انت جاي هنا ليه؟ ما هو اصل حضرتك قلت اللي مش فاهم يجي بعد المحاضره، عشان كده انا جيت هنا. تمام اتفضلي اقعدي يا ستي، انا تحت امرك. متشكره لحضرتك جدا. قعدت قدامه وفضل يشرح لي، وهنا الصراحه كنت سرحانه في جمال عينيه، كانت بتطير العقل. دكتور انا كده يعني خلاص فهمت، متشكره جدا لحضرتك. بس انا مش حاسس انك فهمتي حاجه، لان شكل مخك تخين جدا. متشكره جدا لحضرتك على اهانتك ليا، انا اصلا غلطانه ان انا جيت اسال حضرتك، عن اذنك. استني، انا اسف، الصراحه ما كانش قصدي ان اهينك، اتفضلي اقعدي وحقك عليا. لا خلاص يا دكتور، انا مش عايزه افهم حاجه، انا اسفه ان انا ضيعت دقايق من وقتك الثمين، عن اذنك. لقيته قام وقرب مني: ما تزعليش مني بقى، اقعدي عشان نراجع. خلاص تمام يا دكتور. رحت قعدت تاني وفضلت اراجع معاه لحد ما خلاص خلصنا، وسبته ومشيت. وعدى يوم في التاني وانا بدأت اتعلق بيه جامد، لحد ما لقيته في مرة جه: بصي هو انا معجب بيكي، وملاحظ كمان انك معجبة بيا، انا هعرض عليك عرض، انت ايه رأيك لو نقضي يومين كده مع بعض، وانا عندي شقتي، ولو عاوزة جواز انا ممكن اتجوزك عرفي، ها ايه رأيك؟ وقتها حسيت ان نافوخه هيضرب من اللي بسمعه، مش عارفه ارد عليه واقول له ايه،
بس حاولت اخد نفس عميق واتجرأت. مين قالك اصلا ان انا معجبة بيك؟ انا ماليش في الكلام ده يا دكتور، الكلام ده بتاع الناس القذرة اللي زي حضرتك. عن اذنك، عشان وقوفي معاك ده يشوه سمعتي. لقيته فجأة مسك ايدي. انت عارفة انت بتقولي ايه؟ انا ممكن احرمك من درجاتي واحرمك كمان من الامتحان. انت فاهمة انا بقول ايه؟ لا يا دكتور يا محترم، الظاهر ان حضرتك نسيت نفسك وجاي تتكلم مع البنت الغلط، لان انا مش بتاعت الكلام الفارغ ده. قمت شايلة ايده بايدي التانية ورميتها جنبه وسبته ومشيت. وطول ما انا ماشية في الشارع بعيط على الكلام اللي سمعته ده، وفضلت اقول لنفسي ان انا مش مصدقة ان هو شايفني كده، بس فعلا انا اللي غلطانة عشان اتكلمت معاه واديته اكبر من حده في قلبي. روحت البيت وفضلت قاعدة في اوضتي مش قادرة اتخطى اللي سمعته ده، وكل ما حد يقول لي اخرج عشان اي حاجة اعملها في البيت كنت بخرج وبرجع تاني اوضتي وافضل اعيط للي وصلت نفسي ليه. بس قررت اني لازم ارجع زي ما كنت وما اديش فرصة لاي حد انه يتكلم معايا كده تاني. رجعت الجامعة تاني يوم وكانت محاضرته اول محاضرة. فضلت قاعدة وانا على نار، كل ما عينه بتيجي عليا بلف عيني الناحية التانية لحد ما المحاضرة خلصت ولقيته واقف مستنيني. اول ما جيت اخرج لقيته بينادي عليا. رحت له وانا بنفخ. خير حضرتك عاوز حاجة؟ اصل وقفتي معاك دي غلط. هتعملي ايه في اللي قلتلك عليه؟ هو حضرتك كنت قلت حاجة؟ اصل انا اي حاجة بتتقلم وما بتبقاش عجباني بمسحها بسرعة من راسي، بعمل لها ديليت يا دكتور. قال لي انا ما قلتلكش انا ابويا بيشتغل ايه؟ بالحق مش ابويا بيشتغل جزار، ومفيش مخلوق يقدر يجي عليا، ده ممكن يذبحه زي البهيمة بالظبط. وقتها لقيته بيعدل جرافطته بخوف وقام اخد حاجته ومشي. الصراحة كان منظره يضحك قوي. فضلت اضحك وانا قلبي مكسور على اللي قالهولي. وبعد كام يوم واحدة صاحبتي عزمتني وعزمت الدكتور على فرحها، وطبعا انا استأذنت ابويا. بابا انا عندي فرح واحدة صاحبتي، ارجوك ما تزعلنيش ووافق. خلاص ماشي بس ما تتأخريش، عشان لو اتأخرت صدقيني هيبقى في عقاب شديد قوي. والله ما اتأخر يا بابا، ساعة بالكتير وهكون في البيت. خلاص ماشي يلا جهزي عشان ما تتأخريش. رحت داخلة بسرعة ولبست الدريس اللي كنت لبسته في فرح بنت عمي، وفردت شعري ولبست تاج وحطيت ميك اب خفيف ونزلت ورحت على طول على الفرح. وكانت الصدمة في ان لقيت الدكتور قدامي وكان مصدوم. مش معقول تكوني هي؟ امال فين النضارة؟ في حاجة حضرتك؟ لا مفيش، عن اذنك. فضل طول الفرح باصص عليا وانا قلبي بتقطع من جوه، مش مصدقه ان اول ما احب واحد يكون السبب في كسرة قلبي. اتخنقت جامد، رحت سايبه الفرح وخرجت وقفت بره في الجنينه. لقيته جه ورايا. انت كويسه يا ايناس؟ لا مش كويسه يا دكتور حمزه، مش كويسه خالص. انت عارف ليه طبعا. طب اهدي بس وقوليلي في ايه مالك؟ مالي يا دكتور؟ انت بتسالني مالي بعد اللي انت قلتهولي؟ جاي دلوقتي تقولي مالك؟ ياه، تصدق انك فعلا معاك حق، انا عاطيه الموضوع اكبر من حده. دكتور محترم بيدرس للطلبه بكل احترام ووقار، وجاي لطالبه منهم يقول لها انه معجب بيها وعايز يضيع كل اللي حيلتها وهو شرفها. ياه تصدق ان انا اللي غلطانه؟ ما تفوق لنفسك يا دكتور، فوق وشوف معنى الكلام اللي قلتهولي يا محترم. هو انت فكرك بعد اللي قلتيه ده هتديني امل 1 في المليون ان في واحده محترمه في الدنيا دي؟ انتوا كلكوا زي بعض، كلكوا اقذر من بعض. لا يا دكتور، احنا مش كلنا زي بعض، انتوا الرجاله بس اللي عايزين تشوفونا زي ما انتوا عايزين، كل واحد بيشوف زي ما هو عايز. انا مش عارفه والله انتوا بتحكموا علينا على اساس ايه اصلا؟ هو انت فكرك انك بالدمعتين دول انا هصدق انك ملاك وما في زيك يعني؟ لا يا دكتور، انا في زي كتير، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحمي نفسنا من الاوباش اللي بنشوفهم في الشارع. رحت سايباه ومشيت في الشارع عشان الحق اروح قبل ما بابا يتصل عليا. بس حظي الاسود بقى وقعني في 3 شباب شكلهم كانوا شاربين حاجه. لقيتهم قربوا مني وهم بيبصوا لي بصات غريبه قوي. الصراحه انا خفت جدا لدرجه ان انا اترعبت منهم وقلت لنفسي خلاص شكل نهايه النهارده. وفجاه لقيتهم بيقربوا مني اكتر وقاموا ماسكين ايدي، وطبعا مفيش حد ماشي خالص في الشارع يلحقني. فضلت ابعد لورا وانا مرعوبه، ولقيت واحد فيهم ما تهدي كده يا قط وتعالي معانا، ده احنا هنروقك، يلا تعالي. ابعدوا عني يا حيوانات، هو انتوا ايه ما عندكوش قلب خالص؟ لا ما عندناش قلب، ينفع كبده اسكندراني، هتعجبك قوي على القلب اللي نفسك فيه ده. جريت لورا بسرعه وفي لحظه لقيتهم جري ورايا ومسكوني، وانا فضلت اصرخ جامد واحاول ابعد عنهم لحد ما لقيتهم بيقربوا من العربيه بتاعتهم، وانا عماله ازق فيهم بكل قوتي لحد ما سمعت صوت الدكتور ورايا. سيبوها احسن ليكم، مفهوم؟ يلا بسرعه اجري سوق العربيه عشان نمشي بيها بدل ما الناس تتلم علينا. وفجاه لقيت الدكتور قرب وبيشدهم يبعدهم عني،
وانا كمان بحاول ابعد عن باب العربية لان خلاص قدامي حتة صغيرة وابقى جواها. فجأة لقيت واحد فيهم طلع مطوة وقرب على الدكتور. لو ما بعدتش عننا هنشق بطنك، انت فاهم؟ لقيت الدكتور ما خافش وقرب منه، وانا مش هسمح لكم تقربوا منها، مفهوم؟ رحت بعد الاتنين التانيين عني وفضلت اجري على بعيد وببص ورايا، لقيت دكتور حمزة مرمي على الارض وهما ساقوا عربيتهم بسرعة ومشوا. فضلت واقفة افكر اروح لاشوفه بعد اللي قالهولي ولا امشي واسيبه، مع انه ضحى بنفسه علشاني. بس لقيتني رجعت تاني بسرعة عليه اشوفه ماله. الصدمة في ان لقيت القميص بتاعه كله دم ومقطوع من على بطنه، ولقيته بيبصلي. ايه اللي رجعك تاني؟ مش خايفة يرجعوا ياخدوكي؟ نزلت على ركبي وانا بعيط وبشوف بطنه لقيتها مفتوحة جامد. انا مش عارفة اعمل ايه، الجرح كبير جدا بس مش عميق وفيه دم كتير بينزل. ما ردتيش عليا. انت ايه اللي رجعك؟ مش انا اللي حد يضحي بنفسه عشانه وهي تسيبه وتمشي؟ ولو سمحت اسكت بقى عشان هكلم الاسعاف. رحت متصلة بالاسعاف على طول وفضلت حاطة ايدي على بطنه عشان اكتم الجرح عشان الدم، ولقيته راح حاطط ايده على ايدي. شلت ايدي بسرعة من عليه بخوف قوي وببص لقيته بيبصلي قوي. رحت راجعة لورا باحراج. انت انت ممكن عادي تحط ايدك على الجرح وتكتمه عما الاسعاف يجي، عشان كده غلط عليك، ممكن النزيف يزيد وللاسف تموت. لقيته ضحكلي كده ضحكة غريبة بصراحة خطفت قلبي وقتها. بعدت لورا وببص لقيت الاسعاف جه. خلاص الاسعاف جه، انا ممكن اجي مع حضرتك عادي لو تحب. ليه؟ هو انت ممكن تسيبيني وتمشي؟ قلت لك انا مش نادلة. نزل الاسعاف وحطه على النقالة ودخلوه جوه العربية وانا طلعت عشان اروح معاه. اول ما ركبت لقيت بابا بيتصل، رديت عليه بخوف. انت يا بنت انت ايه اللي اخرك؟ انا اللي غلطان، سمعت كلامك وبعتك الفرح اللي بتقولي عليه ده. طبعا اتحركت جدا لان صوت الموبايل كان عالي قوي والممرض ودكتور حمزة سمعوه، بس اخدت نفس طويل. يا بابا انا اتهجم عليا 3 شباب والدكتور بتاع الولاية كان فاتهم اخدوني في عربيتهم، وهو دلوقتي في الاسعاف لانهم فتحوا له بطنه بالمطوه، كان لازم اروح معاه عشان كان لوحده. انا قلتلك قبل كده الشباب كلها بتفكر في البنات بطريقه منحطه وانت ما سمعتيش كلامي. اديكي دلوقتي كان فاتك متدمره بسبب قله سماع كلامي. قلتلك اجوزك الواد حماصه اللي بيشتغل معايا وفكك من التعليم وقرف، انت ما سمعتيش كلامي. لقيت الدكتور مبتسم قوي. كتمت صوت الموبايل. يعني انت فيك اللي فيك ده وبرضه بتضحك عليا؟ انت مش طبيعي. الو، ايوه يا زفت الطين، رد عليا. في ايه يا بابا؟ خلاص بقى انا هروح مع الدكتور المستشفى وبعدها هروح على طول. خليكي معاه وانا جايلك في الطريق عشان اخدك. هتمشي ازاي في الشارع لوحدك دلوقتي؟ الناس هيقولوا ايه عليك؟ تمام يا بابا، انا هستناك ما تتاخرش، سلام. قفلت معاه وفضلت قاعده مخنوقه بسببه هو كمان، والتاني عمال يضحك على المكالمه عشان يغيظني. فضغطت جامد على الجرح. تستاهل بقى عشان تبقى تضحك عليا؟ ورحمه ابويا ما هرحمك، انت فاهمه؟ مش هرحمك. هي جت عليك انت كمان؟ ما كلكم نفس الاخلاق القذرة دي. كلنا برضو ولا انتوا يا نسا محترمة؟ حسيت ان طريقته وهو بيقول محترمة دي كأنها بيقولها من تحت ضرسه. على فكرة بقى انا محترمة غصب عنك، وحلال عليك اللي حصل لك ده، يا ريته كان غزك في قلبك وريحنا منك. هو انت مش عاملة حساب ان الدكتور بتاعك ولا ايه؟ انت عمالة تغلطي كده وسايقة فيها على الاخر يا بتاعت حماسة. تصدق انا غلطان اني بتكلم معاك؟ بص، طز فيك وفي الجامعة وفي التعليم كله. انا خلاص قررت انا مش هكمل دراستي وهعمل زي ما ابويا عايز. ايه؟ خلاص قررت انك تتجوزي حماسة؟ تصدق ان هموت واشوف حماسة بتاعك ده شكله ايه؟ بلاش احسن، واسكت بقى. عشان وصلنا المستشفى ونزلنا من العربية ودخلنا المستشفى، وطبعا انا خرجت بره لان هم قلعوه القميص عشان يخيطوه. وبعد ما خلصوا دخلت لقيت الممرضة. مراتك كانت واقفة قلقانة جامد عليك قوي بره، شكلها بتحبك قوي يا استاذ. بصيت لها وانا مستغربة هي قالت كده ليه. بعد شوية لقيتها خرجت ورحت وراها. هو انت ليه قلت كده اصلا؟ هو انت شفتيني اصلا بعيط؟ يا ستي اهي كلمة احنا بنقولها عشان نزود الحب في قلوب الرجالة اللي بتجيلنا هنا. لا مش اي حد يتقاله كده، عن اذنك. دخلت جوه لقيته نايم على السرير وماسك بطنه بقلم. هو انت كنت بتعاتبيها بره عشان فتنت عليكي؟ لا، عشان قالت كلام ما حصلش اصلا. انا ليه هعيط عليك اساسا وانت ما تهمنيش ولا تلزمني؟ ما هو باين عليك اهو انك مش طايقاني. وفجأة لقيت بابا دخل ومعاه حماسة، وطبعا حماسة ده كان طول بعرض حاجة عملاقة قوي. ولقيت بابا بيحط شنطة بيضة كبيرة جنب الدكتور. الشنطة دي فيها حوالي 5 كيلو لحمة، انا عايزك تاكلهم وتتقود بيهم يا دكتور عشان يعوضوك عن الدم اللي انت فقدته.
وقتها حطيت ايدي على وشي باحراج. لحمه لحمه يا بابا، جايب للدكتور لحمه؟ ومالها بقى اللحمه دي؟ حتى بقت اغلى سلعه موجوده في السوق. على العموم كتر خيرك يا معلم. هو العملاق اللي واقف جنبك ده ابنك؟ لا، ده الواد حماسه الصبي بتاعي، وقريب هيبقى جوز بنتي. ببص لقيت حماسه بيبصبص لي بحواجبه. رحت بصله من فوق لتحت واتكلمت: بابا انا عايزه امشي، يلا يا بابا لو سمحت. عن اذنك يا دكتور، وكمان احنا متشكرين على اللي عملته مع بنتي. لا عادي يا معلم، دي زي اختي الصغيره برضو. ماشي يا دكتور، يلا سلام عليكم. طبعا سبقت بابا على العربيه وركبنا ومشينا من المستشفى وروحنا على البيت. انا خلاص اديت كلمه للواد حماسه، والخميس الجاي هتكون خطوبتك عليه وهيجيب اهله وهنعملها هنا في البيت. حماسه؟ حماسه ده مين ده اللي اتجوزه يا بابا؟ انا واثقه ان هبقى حاجه كبيره، ومش بعيد كمان اشتغل في بنك بعد ما اتخرج من الجامعه. وانت ايه اللي يخليكي تنزلي وتشتغلي بعد الجواز؟ ما جوزك هيبقى اكبر تاجر لحم وهتبقى عايشه طول عمرك ملك. ارجوك يا بابا بلاش اسيب الجامعه، انا عايزه اكمل، وانا واثقه ان ده يعني مستقبلي، وارجوك ما ترفضش طلبي الوحيد منك. خلاص خلصي السنه دي وبعدها يحلها ربنا. طبعا كنت هموت من الفرحه باني هكمل دراستي، ورجعت جامعتي من تاني. طبعا دكتور حمزه اخد اجازه عشان الجرح اللي في بطنه، والجامعه كانت في منتهى الجمال. لحد ما في يوم اتاخرت غصب عني ورحت المحاضره. ببص لقيت دكتور حمزه هو اللي بيشرح. معلش يا دكتور، كان عندي ظرف هو السبب في التاخير، اصل عقبالك هتخطب يوم الخميس. اتفضلي ادخلي، ويا ريت خصوصياتك تبقى لنفسك، مش لازم كلنا نعرفها يعني. دخلت قعدت في مكاني وملاحظه انه ما بيبصش ناحيتي خالص، وفجاه لقيت البنت اللي جنبي بتكلمني: كويس انه ما عملش فيكي حاجه ما قلت له عقبالك. ليه يعني؟ فيها ايه؟ فيها ايه اما قلت له يعني عقبالك؟ دكتور حمزه ده كان متجوز دكتوره معانا هنا في الجامعه، والصراحه كانت اخلاقها مش تمام. لحد ما راح حفله تبع الجامعه فضل يدور على المدام، وفي الاخر لقاها بتتكلم في الموبايل مع طالب عندها وبتقوله كلام ما ينفعش خالص. وقتها دكتور حمزه نزل ضرب فيها بالاقلام قدام الكل، وفضلت تجري وهي بتعيط. ركبت عربيتها وهو جري على عربيته عشان يلحقها. وقتها هي من سرعتها عملت حادثه جامده وماتت. ومن يومها وهو اسمه دكتور حمزه كاره النساء، وشايفنا كلنا خاينين وحشين بسبب مراته. طب وانتي اصلا عرفتي الكلام ده كله منين؟ من بابا، ما هو اصل بابا يبقى دكتور هنا في الجامعه. طب وما هي ماتت هو عمل ايه؟ اكيد ما عملهاش عزا ولا حتى عبرها، لان هي عملت مصيبه كبيره. فعلا ده اللي حصل، ما عملهاش حاجه خالص، ولا كانها ماتت ولا اصلا دخلت حياته. وقتها قلت لنفسي عشان كده الكلام اللي قالهولي. الصراحه وقتها صعب جدا عليا، فضلت بصله بحزن على حاله لحد ما المحاضره خلصت ورحت بسرعه عليه: هو حضرتك عامل ايه النهارده؟ انا كنت حابه اطمن عليك. بقيت احسن، شكرا على سؤالك. قام سايبني وماشي. فضلت واقفه مستغربه هو بيكلمني كده ليه، وقررت ان انا اكلمه اشوف في ايه، ورحت وراه بسرعه: هو حضرتك زعلان مني ولا حاجه؟ هو مش المفروض انك هتتخطبي وهتبقى على ذمه راجل؟ يعني المفروض تحترميه وما تتكلميش مع واحد تاني. بس الظاهر زي ما قلت كلكوا صنف واحد. لا مش كلنا زي الدكتوره اللي خدعتك يا دكتور، فوق، انا غيرها، انا بنت ناس، واظن انك شفت ابويا كويس كان بايدي اقول له انت قلت لي ايه، بس الصراحه خفت عليك منه. اقصد انا خفت على بابا لا يضيع مستقبله. عن اذنك. سبته ومشيت بسرعه على بيتنا وانا محروجه جدا من اللي قلته. بعد شويه سمعت الباب بيخبط، رحت عشان افتح. هنا بقى كانت الصدمه، لان لقيت الدكتور في وشي. قفلت الباب بسرعه، قلت لنفسي اكيد فكرني مش محترمه وجه ورايا عشان قله ادب في دماغه، اكيد بابا هيخرج يعمل من فخاده شاورما. وفتحت الباب: انت ايه اللي جابك ورايا هنا؟ ابويا لو شافك هيفرمك، يلا امشي بسرعه يا دكتور من هنا. المعلم فين؟ انا اصلا جاي عشانه مش عشانك. وقتها لقيت بابا خارج من اوضته وهو متضايق. في ايه؟ انت بتكلمي مين على الباب؟ من خوفي رحت قافله الباب في وش حمزه ودخلت بسرعه على اوضتي. لقيت الباب خبط تاني وبابا فتح له الباب، وانا جوه مرعوبه وعماله افكر واقول لنفسي: يا ترى عايز ابويا في ايه؟ ده اكيد لو قال لابويا اللي عايزه مني هيقتله، ربنا يستر. بعد شويه خرجت عشان هم طولوا قوي مع بعض ودخلت الصالون عليهم: هو حضرتك جاي هنا ليه يا دكتور؟ بابا لو قالك حاجه تزعلك هخش اجيب لك الساطور وخلص عليه على طول. وهون عليكي برضو؟ اه طبعا تهون يا عم النحنون. ها قالك ايه يا بابا؟ الدكتور جاي عايز يتجوزك على طول حتى من غير خطوبه. وقتها اتصدمت حته صدمه، بس افتكرته كلامه ليا: لا مش موافقه، انا عارفه هو عاوز كده ليه. هو في ايه ما بينكم؟ انا عايزه افهم كل حاجه. اديني مش هتذبح لوحدي، ربنا يسامحك. بص يا بابا،
الدكتور ده هو انت علقت ولا ايه؟ ما تقول الدكتور ده ماله؟ اكبر مني ب10 سنين، وكمان كان متجوز ومراته ماتت. طيب ما دي حاجة ما تعبهوش في حاجة يعني. ممكن يا معلم اقعد معاه 5 دقايق بس لوحدنا؟ ولو كلامي ما عجبهاش خلاص انا همشي على طول. بابا حرك راسه وخرج، وانا وقفت ربعت ايدي قدامه. على فكرة انا كان ممكن اقوله كل حاجة، وربنا كان فاتك متعلق زي الذبيحة على باب المحل. انا بحبك على فكرة. لا، انت بتكره كل الستات، انت نسيت احنا زي بعض. لا، انت غيرهم كلهم. والله بحبك، ومن يوم ما رفضتي اللي قلتلك عليه وانت عليتي جدا في نظري. وعلى فكرة انا كنت مقرر امشي وراكي عشان اجيلك واتقدملك، فجأة لقيتك بتصوتي، حسيت ان روحي بتروح مني. عارفة، جريت عليكي وانا بايع نفسي، عشان حسيت انك بتاعتي انا، ما ينفعش حد يلمسك. يعني هتحافظ عليا ولا هتيجي عليا؟ انا حاسة انك بتضحك عليا. والله ما اقدر اضحك عليك، يلا بقى وافقي. على فكرة انا كمان بحبك قوي، بس كنت بحاول اطلعك من قلبي بعد اللي قلتهولي، بس ما قدرت. يعني موافقة عليا صح؟ حركت راسي بايوه، ودخل بعدها بابا وعرف موافقتي، واتجوزت انا وحمزة بسرعة. وطبعا جبت اجمل بنوتة في الدنيا، شبه باباها جدا. في امتحانات سنة تانية دعمني وشجعني اكمل دراستي، وكمان كان بيساعدني في البيت والمذاكرة. ونقول توتة 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 كده تخلص الحدوتة، وتوتة توتة توتة كده تخلص الحدوتة، وتوتة توتة توتة كده تخلص الحدوتة. وبكده خلصت حدوتتنا النهاردة، بس حوادتنا لسه كتيرة وما بتخلص. حابة أعرف رأيكم في الحدوتة بتاعت النهاردة، إيه أكتر لحظة حلوة وإيه أكتر لحظة مؤلمة؟ وحابة قبل ما أمشي أفكركم إنكم تعملوا اشتراك لجميع قنوات توتة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. وفضلا وليس أمرا لو تشاركوا القناة مع أصحابكم، عشان بيكم وليكم نوصل لأكبر عدد ممكن. ولحد ما نتقابل تاني القصة الجاية، أكيد هتوحشوني.